اول حاجه لازم نتعلمها في اللغه الانجليزيه وهي الاورجان اوف سبيتش. اورجان اوف سبيتش يعني اجزاء الكلام. في 7 اجزاء من الكلام، تعالوا نبص فيهم مع بعض. اول جزء من اجزاء الكلام هو الناون. الناون يعني الاسم، like احمد، book، education، علي. book يعني كتاب، وeducation يعني التعليم. ده الناون في اللغه الانجليزيه. نيجي بقى للبروناون. البروناون هو تاني جزء من أجزاء الكلام وهو الضمير. تعال نشوف في 7 ضمائر في اللغة الإنجليزية. I أنا، he هو، she هي، it هو وهي لغير العاقل، we نحن، you أنت، they هم. ده البروناون في اللغة الإنجليزية أو الضمير في اللغة الإنجليزية. نيجي للجزء الثالث وهو الفيرب. الفيرب يعني الفعل وهو ما يدل على حدوث شيء، زي eat يأكل، go يذهب، sleep ينام، help يساعد، play يلعب. نيجي للجزء الرابع وهو الادجكتيف. الادجكتيف يعني الصفة، وده صفة بتضاف للاسم، زي good boy يعني ولد شاطر، beautiful girl يعني بنت جميلة. نيجي بقى للجزء الخامس وهو الادفيرب. الادفيرب يعني الصفة بتضاف للفعل، صفة وبتضاف للفعل، زي study well، run quickly. study well يعني يذاكر جيدا، run quickly يعني يجري بسرعة. نيجي بقى للجزء السادس وهو البروبوزيشن. البروبوزيشن يعني حروف الجر. تعال نشوف حروف الجر. to إلى، by بواسطة، in يعني في، on على، with يعني مع، for لي، from من، about حوالي. تعال نشوف جملة كده لكل واحد فيهم. I go to school أنا أذهب إلى المدرسة. by bus يعني بالأتوبيس. in the morning في الصباح، تمام. with أحمد مع أحمد. for education للتعليم. from يعني من، from my house من بيتي. about يعني حوالي، about 8 o'clock حوالي الساعة 8، تمام. نيجي بقى للconjunction. الconjunction ده يعني حروف العطف. هما 2 حروف عطف في اللغة الإنجليزية. or يعني أو، and يعني و.